أنصتوا يرحمكم الله. أنصتوا يرحمنا ويرحمكم الله. الحمد لله ذي الملك والملكوت، الحمد لله ذي العزة والجبروت، الحمد لله الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيجاد والإمداد، الحمد لله على نعمة الهداية والرشاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نحن في هذه الأيام نستعد لاستقبال شهر مبارك ألا وهو شهر رمضان. وشهر رمضان سمي برمضان، وهذه الكلمة مأخوذة من كلمة الرمضاء أي شدة الحر. وسمي رمضان رمضانا لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها إحراقا. فشهر رمضان من الأشهر التي تكفر الذنوب، ويخرج الإنسان من شهر رمضان وكأنه ولد من جديد. هذا فضل شهر رمضان، وهي العبادة التي وجدت منذ أن وجدت الخليقة على الأرض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعبادة الصوم فرضت منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض، وليس فرضا خاصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وللسائل أن يسأل لماذا هذه العبادة صاحبت الإنسان منذ أن وجد على وجه الأرض حتى يستطيع هذا الإنسان أن يعمر الأرض وفق مراد الله. لأنه من لم يتحقق بالصوم فإنه سيتحقق بمراد هواه، وسيعيش على هوى النفس التي بين جنبيه، ولا يتحرك في هذه الحياة إلا وفق شهواته النفسانية. ولكن الصوم هو عبادة لها قدرة على صياغة هذا الإنسان المكلف وفق مراد الله. وأكثر عبادة تستهدف النفس التي بين جنبي الإنسان هي الصوم. ولذلك الصوم كما عرفه العلماء من حيث التعريف اللغوي هو الإمساك، وتعريفه الاصطلاحي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. وإن كان الفقهاء يتوقفون عند الرسم دون المضمون، وعند الاسم دون الجوهر، ولكن حقيقة الصوم أعمق من ذلك بكثير. فالمقصود بالإمساك هو أن تمسك بزمام النفس فتجعلها تصير وفق مراد الله. ويتربى الإنسان على القدرة على أن يقود نفسه، ويصبح سيدا لنفسه لا عبدا لها. لأن كل الخليقة إن لم تتحقق بالصوم فإنها عبيدة لهوى النفس وشهواتها، ولا يمكن لنا أن نتحرر من سلطان الهوى إلا بعد أن نرفع سيوف المخالفة عن طريق الصوم. فالصوم له قدرة على أن يسوق هذه النفسية صياغة بحيث تتطهر من الشوائب التي تشدها إلى كل ما سوى الله. ولذلك توجه ربنا في الحديث القدسي في تبيانه لحقيقة الصوم
حيث قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والعلماء أرادوا أن يتكلموا في تفسير مراد رسول الله من خلال هذا الحديث القدسي، ولكن المراد عميق، ولكن معنى هذا الحديث لا يمكن أن يغوص في أبوابه إلا من تحقق بغربة مجاهدة النفس حتى يستطيع أن يستخرج المعاني والدلالات المستبطنة في هذا الحديث. ما معنى كل عمل ابن آدم له؟ أليست أعمالنا كلها موجهة إلى الله؟ فكيف يصبح العمل موجها إلى الإنسان من خلال منطوق هذا الحديث؟ ولكن إن أردنا أن نفهم مراد رسول الله علينا أن نغوص في الدلالات ونغوص في مفهوم الحديث ولا نتوقف عند المنطوق، لأن منطوق النصوص هي الأصوات الخارجية والتي قد لا تحيلك على حقيقة مراد النص، فعلينا أن نتصور الأسوار لندخل داخلها لنفهم مراد النص، مراد الله ومراد رسوله. كل عمل ابن آدم له، لأن كل الأعمال التي يعملها الإنسان لله سبحانه وتعالى جزاؤها من الله، ولكن بطريقة غير مباشرة، عن طريق الملائكة الكتبة الذين يكتبون أعمال الإنسان، لأن كل عمل أعطى الله عليه جزاء معلوما عند الملائكة، فيكتبون جزاء ذلك العمل لما يعلمونه من قيمته وجزائه، إلا الصوم فإن الجزاء مباشرة من الله. وإذا كان الجزاء مباشرة من الله، فكيف سيكون العطاء والجزاء؟ أي سيكون العطاء والجزاء لا حد له. لا يمكن للملائكة أن تجزل ثواب من لا حد له، لأن الذي يجزل الثواب من لا حد له هو الله سبحانه. ولذلك كان الجزاء مباشرة من الله للصائم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لم يجعله في أيدي الملائكة، وإنما تكفل الله بالجزاء للصائم. والله أكرم الأكرمين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فالباقي لا يعطي عطاء ما ينفد، وإنما يعطي عطاء لا نفاد فيه. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن أجزل لها الثواب من عنده مباشرة من خلال عبادة الصوم. ولذلك الصوم ليس عبادة يتوقف أو تتوقف حقيقتها عند التعريف الاصطلاحي للفقهاء كما قلنا، لأن التعريف الاصطلاحي هو يتكلم عن المسائل العملية الشكلية الصورية، ولكن حقيقة الصوم هي أعمق من ذلك بكثير. هذا ما جعل أبو حامد الغزالي رحمه الله يقسم الصوم إلى 3 أقسام: قسم سماه بصوم العموم، وقسم سماه بصوم الخصوص، وقسم سماه بصوم خصوص الخصوص. والإنسان يحاول أن يترقى في درجات الصوم. وصوم العموم هو أن يتوقف الصائم على المفهوم الاصطلاحي الفقهي، أي أن يصوم عن الأكل والشرب والجماع. هذا هو صوم العموم، وهذا هو القاسم المشترك بين كل الصائمين. ولكن من صام على أن لا يدخل في جوفه طعاما أو شرابا وصام عن الجماع، هو في حقيقة الأمر في خطر عظيم. فقد يكون صومه من حيث الحكم الفقهي صوما صحيحا، ولكن من حيث القبول لا قبول له، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
ويأتيك الفقير ليقول لك إن صومك صحيح، ولكن لا يستطيع أن يقول إن صومك مقبول. ولكن وضح لنا رسول الله من خلال هذه الأحاديث وغيرها شروط قبول الصوم. ووقعت حادثة في عهده صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا، فلما جاء آخر النهار أشهدهما الصوم حتى كادتا أن تهلكا، فأرسلتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتينه في الإفطار لما بلغ بهما من الجهل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم وأن الله لا يكلفنا أكثر من طاقتنا. يعني إن عملت عملا شرعيا ورأيت وأن ذلك العمل فوق طاقتك فانظر إلى نفسك، لأن الله لا يكلفنا فوق الطاقة التي نتحملها. فعلم رسول الله وأن هاتين المرأتين لهما شيء معين قامتا به جعل هذا العمل ليس مقبولا عند الله، فأشهدهما هذا الفعل وهذا العمل. فأرسل إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا وأمرهما أن تتطيبا. وهذه من بركات رسول الله، البركة المعنوية تجلت حسيا حتى نعلم أثر فعل الحرام في الصوم. لأن فعل ذلك نشكم به نحن الآن قام به رسول الله ليخرج المعاني إلى الحسيات حتى نستطيع أن نتفهم هذه المعاني المجردة التي جاء الشرع ليؤكدها فأكدها شرعنا. ولكن قد يكون هناك ضعف في القلوب تريد أن تطمئن قلوبها من خلال الحسيات. فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن تتطيبا، فتطيبت إحداهما دما عبيطا ولحما حتى ملأت نصف القدح، وتطيبت الثانية فملأت نصف الثاني. فقال صلى الله عليه وسلم: صامت على ما أحل الله وأفطرت على ما حرم الله. صامت على الأكل والشراب ولكنهما أفطرت على الغيبة. والغيبة كما عرفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكرك أخاك بما يكره. قال: وإن كان فيه يا رسول الله؟ قال: وإن كان فيه. قال: وإن لم يكن فيه؟ قال: فذلك بهتان. يعني إن ذكرت أخاك المسلم بعيب فيه وهو لا يريد لك أن تذكره فتلك غيبة، والعيب هذا هو موجود فيه أنت ما تدركش عليه، ولكن ذكرته عند غيبته للناس أي فضحته وكشفت ستره، فأثر هذا العمل أن يفسد الصوم. ولذلك يحتاط الإنسان من تقطيع الناس وإخوانه المؤمنين، يحتاط من أن يلوث لسانه بمس الأعراض وذكر الناس بما يكرهون. فالغيبة والنميمة والكذب واليمين الكاذبة وشهادة الزور من المفترات والتي ليست لها كفارة، وربما يلقى صاحبها وجه الله ولم يستطع أن يكفر عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه بغيبة أو بنميمة أو بيمين غموس كاذبة أو أفطر فيه بشهادة الزور. وشهادة الزور والتي سماها رسول الله من الموبقات أي المهلكات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا وهو يعدل الموبقات أي المهلكات التي تهلك الدين. فلما وصل إلى شهادة الزور كان متكئا فجلس، واحمر صلى الله عليه وسلم وجهه وبان عليه الغضب، وبدأ يردد: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة: حتى ظننا أنه لن يسكت. شهادة الزور هو أن تفتك حقوق الآخرين بوسائل غير شرعية، وأن
أن يفتك صاحب السلطة حقوق المجتمع، لأن صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل منا مسؤول وكل منا له مسؤولية، ومن لم يقم بهذه المسؤولية سيلقى وجه الله بشهادة الزور والعياذ بالله. هذه من مبتلات الصوم، ولذلك الإنسان إن كان في درجة صوم العموم أن يصوم عن الأكل والشراب والجماع فهو على خطر عظيم، لأنه لا يأمن على نفسه أن يقع في أحد الموبقات التي كنا نذكرها. إذا فعل المسلم الصائم أن يرتقي إلى الدرجة الثانية وهي صوم الخصوص. وقال أبو حامد رحمه الله: المقصود بصوم الخصوص هو صوم الجوارح، هو أن تصرف الجوارح لما خلقت له وتمسكها عن المحرمات. صوم الجوارح هو أن تصوم العين عن التجسس واتباع عورات المؤمنين، أن تصوم العين عن النظر إلى العورات. وصوم الأذن هو أن تصوم عن استماع الغيبة والنميمة وفحش الكلام، بل تصوم حتى عن اللغو وسماع اللغو. وصوم اللسان هو أن يصوم لسانك عن الفحش في القول وعن النميمة والغيبة وكل ما يسيء أو كل ما تسيء به بلسانك. وهكذا ليتحقق المسلم بصوم الجوارح لتصبح كل جارحة فيه صائمة لله تعالى، أي ليس الصوم مقصورا على البطن، بل أن يصوم الرأس على ما وعى والبطن على ما حوى، وأن يصوم الفرج وتصوم الأرجل وتصوم الأيدي. فهذا هو صوم الخصوص، وهو ارتقاء في درجات الصوم. وصوم خصوص الخصوص هو صوم القلب بالكلية عما سوى الله، هو أن يصوم قلبك عن الأغيار، أي عن كل ما هو غير الله، أن يصوم قلبك عن السوى، أي كل ما سوى الله، ليكون قلبك موجها إلى الله وحده. وإن انحرف القلب إلى ما سوى الله فذلك نوع من الإفطار الذي لا يتعلق به أثر شرعي من كفارة أو قضاء، ولكنه كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وهذه درجات في السير والسلوك إلى الله، ولا يمكن أن نحمل الناس على نفس الدرجة، ولكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا الدنيا قال: فامشوا في مناكبها. ولما ذكر لنا صفة من صفاته قال: فاسعوا إلى مغفرة من الله. ولما ذكر ذاته العلي قال: ففروا إلى الله. وهكذا الناس يتفاوتون في سيرهم إلى الله، من مشي إلى سرعة إلى فرار. والمسلم بعبادة الصوم يفر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الصوم، وهذا هو المراد الذي ينبغي أن نتحقق به، وهو صوم القلب بالكلية عما سوى الله، حتى إذا خرج الصوم وشهر رمضان وجد الإنسان من نفسه قد صيغ صياغة أخرى، ووجد الإنسان من نفسه وأنه أصبح يستشعر الوجود بطريقة أخرى، وأصبح الصائم ينظر في رسائل الله سبحانه وتعالى، سواء كانت رسائل القرآن أي الكتاب المسطور أو رسائل الله في الكتاب المنظور بطريقة أخرى، لأنه أصبح يستقبل رسائل الله بقلب صاف. ونحن نعلم أن وسائل الإدراك تختلف من إنسان إلى آخر،
تنفذ إلى حقائق رسائل الله سبحانه وتعالى، فرسائل الله لا تنفذ ورسائل الله لا حد لها، لأن المتكلم هو الله والمخاطب هو الله، وكما قلنا سابقا وأن صفات الله ليست لها حدود، فرسائل الله ليست لها حدود، بل نقرأ رسائل الله من خلال كل نفس نتنفسه، بل نقرأ رسائل الله في كل دقة قلب تدق في صدورنا، فكل ذلك رسائل الله إلينا. جاء أحد إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله وقال له: يا شيخ، الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف لا أستطيع أن أعد نعم الله علي؟ يمكن نذكر راسه عن نعم الله علي. ربي أعطاني صحة، أعطاني زوج، أعطاني أولاد، أعطاني دار، أعطاني سيارة، أعطاني وظيفة، النجم نكتب هذه النعم لأجد لها حدا. فقال أبو الحسن الشاذلي بإجابة ليست إجابة فقهية وإنما إجابة العارف بالله، قال: هل تستطيع أن تعد أنفاسك؟ قال: لا. قال: فكل نفس تتنفسه هو نعمة من الله عليك، فالصوم هو يعرفنا بنعم الله علينا، والصوم يعرفنا برسائل الله إلينا. إن أشرقت الشمس من مشرقها فتلك رسالة الله إليك، إن جاء الحر فتلك رسالة الله إلينا، إن نزل المطر فتلك رسالة الله إلينا. نصبح ننظر إلى رسائل الله في كل حركة من حركات الوجود، فرسائل الله لا حد ولا حصر لها، ولكن يشترط لها قلبا صافيا يستوعب رسائل الله ومراد الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله. نتعرض إلى بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالصوم حتى نتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع. أول ركن من أركان الصوم هو النية، والنية هي عملية استحضار في القلب والعقل، لأن الكثير يعتقد أن النية بالترفض هي عملية استحضار فكري، ويشترط للنية شروط. أولا قال المالكية: يكفي نية واحدة في بداية رمضان، ولا يجب تجديد النية كل ليلة، على اعتبار وأن رمضان هو عبادة واحدة يشترط لها نية واحدة، كالصلاة فيها 4 ركعات، ما نبقاش في كل ركعة ونجدد في نية الصلاة. يكفي النية في بداية الصلاة لأدخل إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام وأتحلل برد السلام، فتكبيرة الإحرام ورد السلام هذان حدان يشترط لها نية واحدة. ورب يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم وحده، ما قالش فمن شهد منكم أيام الشهر. لو كانت الآية قالت فمن شهد منكم أيام الشهر لأصبحت النية ملزمة في كل يوم من أيام رمضان. إذا يكفي أن ننشئ ونوقع النية مرة واحدة في بداية رمضان، ولكن للخروج من الخلاف كما هو منهج المالكية في التعامل مع القضايا الفقهية، قالوا يستحب تجديد النية كل ليلة، على اعتبار وأن مذاهب أخرى قالوا بوجوب تجديد النية كل ليلة، لأن كل يوم هو عبادة مستقلة عن اليوم الآخر. قالوا بدليل وأن هذه العبادة تفصل بالإفطار عند الغروب. للخروج من الخلاف قال المالكية يستحب تجديد النية كل ليلة. إذا يكفي أن ننوي نية واحدة في بداية رمضان، ويستحب لنا على طريق مذهبنا أن نجدد النية كل
بعد ذلك أردنا أن نبدأ الصوم من جديد لما أزيل ذلك العذر، فيجب علينا تجديد النية من جديد. يجب تجديد النية من جديد. الشرط الآخر في النية أن نوقع النية ليلا، يعني أن النية تكون بعد غروب الشمس إلى الفجر. أن نوقع النية ليلا، هذه فيما يتعلق بالنية. أما فيما يتعلق ببعض القضايا الفقهية الأخرى، ولعلنا نسمع بعض الفتاوى هذه الأيام ويفتون السائلين خارج دائرة المذهب المالكي من غير أن يعطوا المرجعية المذهبية. وهذا ما سمعته حتى بالأمس فقط. امرأة سألت أحد المشايخ في بلدنا وأنها أفطرت بسبب الإرضاع، ورجعت 21 يوم وبقيت 8 أيام، ورمضان أدركها كيف تعمل. وهذا خارج عن المذاهب السنية الأربع، وهو أفتى بقول شاذ، قول خارج المذاهب السنية الأربع. هو حب يعتبر التيسير، ولكن التيسير ليس بهذه الطريقة. التيسير لا يكون إلا عند وجود الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فنحتاط من إجابة بعض الدعاة للأسئلة التي تلقى عليهم، لأن الذين يتصدرون للفتيا ليسوا من أهل العلم بأتم معنى الكلمة، وإنما يتعلمون شتاتا من القضايا الفقهية ثم يسارعون في التصدر للفتيا، وهم يحتاجون إلى من يفتي لهم قبل أن يفتي الناس. إذن فبعض القضايا الفقهية سنتعرض لها تباعا في هذه الخطبة إن شاء الله وفي الخطب القادمة. من ضمنها المرأة إن طهرت في نهار رمضان تواصل إفطارها، ما يقول لهاش ربما كما يقول البعض تتعلق تواصل صومها، تواصل إفطارها. المسافر إن وصل إلى بلد الإقامة في نهار رمضان يواصل إفطاره. قالوا يستحب الإمساك لمن أسلم في نهار رمضان أن يمسك ويواصل صومه. هذا لمن أسلم في نهار رمضان، وإمساكه عن طريق الاستحباب وليس عن طريق الوجوب. كذلك الطفل إن بلغ في نهار رمضان يواصل إفطاره. بعض المسائل الأخرى: من أفطر ساهيا في نهار رمضان فعليه القضاء وجوبا على المذهب المالكي، لأن المذهب الشافعي يقول ليس عليه القضاء على اعتبار أن الله أطعمه وسقاه، ولكن علينا أن نفتي انطلاقا من المنظومة المالكية من أجل أن نوحد الأمة في قضاياها الفقهية. وهذا رغم ما نسمعه: من أفطر ساهيا في نهار رمضان فعليه القضاء وجوبا، ومن أفطر متعمدا في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، خلافا للمذهب الشافعي والحنبلي الذين لا يرون الكفارة إلا في الجماع. ولكن المذهب الحنفي والمذهب المالكي اللي كانوا مستوطنين في بلادنا وأثروا حتى على ثقافتنا. احنا عندنا المذهب الحنفي اللي جابوه الأتراك والبيات من البلاد، وعندنا المذهب المالكي يمثل الطبقة الشعبية وجمهور الطبقة الشعبية في بلادنا. إذن من أفطر متعمدا فعليه القضاء والكفارة، ومن أفطر متعمدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا القضاء فقط. إذن فالكفارة مرتبطة بشهر رمضان وليس مرتبطة بالأيام خارج رمضان. يعني من أفطر متعمدا في قضاء رمضان فعليه القضاء فقط. إذا من أفطر ساهيا في نهار رمضان فعليه القضاء وجوبا، ومن أفطر ساهيا في صيام التطوع فلا قضاء عليه. وسنتعرض إن شاء الله في كل مرة من المرات إلى بعض القضايا الفقهية المتعلقة بالصوم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل
وباعا عن